الناس اللي بتاخد ادويه بتمنع امتصاص الدهون، عارفين في دواء اسمه اورليستات، تسمع عنه؟ الاورليستات ده بيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، فيمنع امتصاص زي ما منع امتصاص الدهون يمنع امتصاص الفات سوليبل فيتامين، الفيتامينات اللي دايبه في الدهون يمنع امتصاصها، فتلاقي الفيتامينات دي تخرج فين؟ في الستول. يبقى انت كده ايه، مع مرور الوقت لو استخدمت اورليستات ده باستمرار هيجي لك مع مرور الوقت نقص في الايه؟ في الفات سوليبل فيتامين، يجي لك نقص فيتامين ا، نقص فيتامين د، نقص فيتامين اي، نقص فيتامين ك. ماشي يا دكاتره، لذلك يقول لك الاورليستات ده للطوارئ. يعني مثلا ايه، عندنا النهارده عيد ميلاد، معزوم ومضطر ان انا اكل اكل فيه دهون كتير، تمام، فاخد اورليستات ده حاجه طوارئ كده اهو، يمنع امتصاص الدهون بتاع الاكله اللي ايه، اللي انا ايه لخبطت فيها دي. لكن كل يوم افضل اخد اورليستات لمده طويله هيجي لك معاها نقص في الفيتامينات دي. حتى يقول لك لو انت هتاخد اورليستات بقى بانتظام لازم تاخد ايه؟ الفيتامينات دي وتبعدها عن الاورليستات، يعني تاخد الاورليستات، تاخد الفيتامينات قبل الدواء ده الاورليستات ده بساعتين عشان تلحق الفيتامينات تمتص، او تاخده بعديه باربع لست ساعات يكون تاثير الاورليستات اتلغى، تبدا تاخد الفيتامينات بقى كاقراص او كاكل او كده تمتص معاك ايه كويس. لكن تقرب الفيتامينات من الاورليستات ده في نفس الوقت كده او قريبين من بعض، اللي هيحصل الاورليستات هيمنع امتصاص الدهون ويمنع امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، فمع مرور الوقت يجي لك نقص في الفيتامينات دي.